علامات لو شفتيهم في ابنك قبل الاجازه اعرفي انك داخله على صيف جميل 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 3 جميل. اولا الجدول اللي كان معمول للمذاكره بقى معمول للجيمز. ثانيا الجمله الرسميه الجديده زهقان بتتقال كل 7 دقايق تقريبا. ثالثا البيت بقى فيه 13 كوبايه على الترابيزه وكلهم بتوع. رابعا هنبدا في الاسئله الوجوديه، هي ليه الاجازه طويله كده، او انت كنتي بتعملي ايه وانت صغيره. خامسا لما تصحي الصبح هتلاقيه صاحي وتبداي تسالي نفسك يا ترى هو صاحي من بالليل ولا لسه صاحي. بس قبل ما توصلي لمرحله انك تسيبي لهم البيت وتمشي ممكن نبص على الموضوع من زاويه تانية. ابنك ممكن يقضي وقت حلو ومفيد في نفس الوقت، يتعلم حاجة جديدة، يلعب، يكتشف نفسه، ويكسر دايرة زهقان وعايز أخرج. في مكان زي آي سكول بيقدم حصص 1 to 1 أونلاين للأطفال، يعلمهم برمجة، ذكاء اصطناعي، ألعاب، مواقع، وكل ده بطريقة تناسب سنهم وتخليهم مبسوطين ومندمجين من غير ضغط ولا ملل. مش لازم تفضلي طول الصيف بتحاولي تملي الفراغ، في حلول بسيطة بتفرق كتير، بس محتاجة أول خطوة منك. لو حابة تعرفي إيه ممكن يناسب ابنك ابعتلنا وإحنا هنساعدك تخلي الصيف أهدى شوية.